لسه مكملين معاكم يعني التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي بقى. معانا فيديو لراجل كده مواطن دخل في اتوبيس في بني سويف مع صحابه في العمل في الشغل، يعني بيعمل ايه بقى؟ بيستعرض من خلاله تقليد الفنانين. ده اكيد على فكره يا جماعه هيبقى دمه خفيف جدا. الفيديو ده حصل على الالاف من المشاهدات على اليوتيوب من ساعه ما اتحط، وده تقريبا اتحط من يومين، وعمل اعجاب شديد جدا لكل النشطاء. يا راجل خلاص يا ذا الفضاء. يا عم خلاص يا عم الهادي كده بيصلي على حديث النبي. واحد صبح لما بيسبح بيخلي العمليه متأجله وست سنين. انا عارف ان انت هتفرجني للعيال في البيت وتفضحني ان شاء الله. في ناس كده يا عم شعبان. طب انا سبب جرارات ولا سايق جرارات؟ هي ما تنزل من الوين شاعر تفهم. بقى كده بقى انت بتصورني انا يا شعبان ويهون عليك الفضايح دي بلديتك يا شعبان يا راجل كفايه. ده انت ما انتش عارف تفتح حنكك وتضحك يا راجل. خلاص ترجع يا ابوي. بتعمل ايه يا استاذ؟ ده ما اسموش الكلام ده. انت بتتعامل مع عزيز، واللي بيتعامل مع عزيز تسأل عليه قبل ما تتعامل يا حبيبي. انا اصبع رجلي لما بيوجعني ما بعالجوش، بقطعه واستريح منه، ومع السلامة بقى. بلاش فضايح اكتر من كده. مين قال لك انت يا رحمك؟ يا صلاة الناس، هو انت موجود معانا هنا؟ يا راجل كنت تتكلم ولا تقول حاجة كنا خليناك تقف شوية. والنبي كفاية يا شعبان. يا جدع كفاية فضحتنا الله يخرب بيك. يا جدع اطفي على نهار. كفايه بقى. لا كمل يا راجل كفايه. يا جدع كفايه. يا راجل كفايه. كفايه يا خباب. ايه عجبتك اللعبه ده ولا الحكايه ده؟ كله باخد يصورنا انت شفت جرد قدامك ولا؟ اخر واحد هقولها لك ده ويكون في علمك انا رح انزل معاك ومش هكمل في الاعتبار. استنى يا خالص. طبعا يعني يا جماعه الفيديو دمه خفيف جدا جدا، واكتر حاجه يا نرمين عجباني في الراجل ان هو في اتوبيس ومش فارق معاه الزحمه وفارق معاه الدم الخفيف وان هو يهون على الناس. يعني قاعد مع صحابه، فاصحابه برضو بيديله ايه كده، يعني بيديله باور وسبورت ان هو يقوم يعمل الكلام ده. بس عايزه اقول لكم حاجه، ان هو فعلا بيقلد الفنانين بالظبط. يعني دي دعوه بقى لكل شركات السينما ان هم يكتشفوه، لانه بجد شفتي بيقلد محمد سعد ازاي كتير جدا على فكره. يعني احنا عندنا في مصر هنا مواهب بيقلدوا كل الفنانين وموهوبين حتى في الغناء وفي التمثيل وعلى كل الانحاء يعني، ولكن هو دمه خفيف جدا ومن الفيديوهات الحلوه.